آه، الناس عندي ينقسمون قسمين. قسم اللي هو بيؤمن بإله ودين. ده أول ما يعني أعلم هذا عن إنسان، أنا حقيقة لا أنظر إليه على إنه شخص مريض، أو لو استخدمت تعبير أقل حدة ممكن أقول يعني هو بيعاني من نقص عقلي ما. وتفاصيل بقى الإيمان بتاعه ده، هل هو بيؤمن بإله واحد بثلاث آلهة ب17 إله بالفيل أبو الزلومة، المسيح مات اتصلب راح في 60 داهية، التفاصيل دي لا تعنيني في كثير او قليل، يعني كلها ايه تحصيل حاصل. هي المحك، هل تؤمن بوجود هذا الكائن الخرافي؟ اؤمن، يبقى انت ايه مصنف عندي في الجانب المريض او الذي يعاني من نقص عقلي. التفاصيل لا تعني، لكن برضو ايه في هذه المرة انا احب اتكلم قليلا عن مسألة التفاصيل. ولان ايه يعني لما الواحد يكون اساسا في غارق في حمأة الخرافة والدجل والشعوذة والجهل، زي مثلا واحد كحالة مثلا زي حالة الإسلام، ويجي يتفزلك على حد آخر في غارق آخر، هو الآخر في حمأة الدجل والخرافة والشعوذة، بيبقى شيء مضحك. يعني زي ما مثلا ايه في قصة الإسلام يقول لك ايه: يستحيل أن يكون لله ولد، ولقد جئتم شيئا إدا يكاد السماوات والأرض والجبال ينفطرن، مش عارف لقد كفر الذين قالوا إن أبو السريع هو الله، والأونطة اللي بيقعدوا يعملوها دي. يعني أنا في سؤال برضو في هذه النقطة أحب أسأله: هل هناك فلسفيا ومنطقيا وعقليا ما يمنع أن يكون لله ولد أو بنت أو جوز خالة أو ابن عم أو أي مصيبة؟ إذا اخترعت هذا الكائن أساسا من لا شيء، ما هي المشكلة في اختراع كائنات أخرى ملحقة به؟ ما هو إذا كما تقول تذهب المقولة الشهيرة: إذا لم يكن الله موجود فكل شيء مباح، وهي مقولة خاطئة تماما. لا، هو إذا كان الله موجود فمن الممكن اختراع أي شيء. يعني إذا كنت عقلك تمكن من اختراع كائن اسمه الله، اللي هو الله ده اللي هو الايه الالتيميت شيت، انت اخترعت الالتيميت شيت. فاذا اخترعت الالتيميت شيت فانت قادر على اختراع اي شيء بعد كده، ابن جوز خاله بتاع، مش بيج ديل يعني. فايه بلاش الفزلكه. ومش عارف حد مسلم يقول لنا، انا عايز فعلا حد مسلم يقول لنا ما هو المانع الفلسفي والمنطقي. ما هو ما فيش حد شاف ربنا عشان يشوف عياله ولا جوز خالته ولا بتاع، بس منطقيا لان الامر كله منطقي. لا يمكن استخدام العلم التجريبي في الحديث حوالين هذا الكائن الوهمي. فبس عايزين نتكلم بقى فلسفيا ومنطقيا وعقلانيا: ما هو المانع ان يتنال على عين امه ويجيب له عيل؟ ولا ايه المشكله؟ يعني ما المشكله التي تعانوا منها؟ ولا وبعدين في